السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخت لطيفة بالرحال التي ماتت بالسويسي في دار الولادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا راه تلقينا راه تحقرنا وتهمشنا واختي راه تعداو عليها، عطيتها لهم صحة سلام وتعداو عليها، عطيتها لهم كي الوردة ولكن اغتصبوها. راه عرفتي شنا هي، عطيتها لهم ما شاء الله. جات من الديار الإيطالية باش تجلس في المغرب وتولد في المغرب وتعيش في المغرب بلادها الأصل، ولكن للأسف الشديد يدبي المستشفى الإهمال والاحتقار والكلمات النابية. واش غنقول لكم؟ المعاناة بمعنى الكلمة، المعاناة. كتحس براسك راك ماشي انسان دخلتي داك السبيطار. كون غير خلاوني غير ندخل معاها كمرافق، ما خلاونيش. قلت لهم ها انت، يلا بغيت نشرح لهم، ها راه هي كانت في الطاليان وولدات جوج بنيتات، يلا بغا نبدا نشرح لهم. قالوا لي صافي اري هذاك الصاك وخرجوني، ما خلاونيش ندخل. مني من 7 ديال العشيه وانا كنتسنى حتى 10 الليل. قلت لهم فين عاد السيكيورتي على برا، عافاك الله يجازيك بخير، خليني ندخل نشوف اختي واش ماتت ولا باقا حيه. والو، ممنوع. سيري تجلسي لهيه، سيري تجلسي لهيه، تمشي للطوموبيل نجلس فيها. القمع والاحتقار والاهانه كاننا لسنا بشر. بقيت كنتسنى من 10 الليل حتى ل1 الليل. عاد قالوا لي لطيفه بالرحال راها ولدات. نعم ولدات، وصلنا ميساج. قلت له الحاله الصحيه ديالها خليني ندخل نشوفها. ما خلاونيش ندخل نشوفها حتى لا غد ليه مع 12. مني دخلت تلقى في الانعاش مارس لي نيفها ومارس لي فمها. ايوا عقل يا ايها الشعب المغربي، شوفوا الحاله فين وصلت. مشات تولد ولات مارسه من نيفها ومن سنانها. شنو هذا الشيء يا ربي الحبيب؟ شنو هذا؟ واش مجزره ولا مستشفى؟ انا كناشد جلاله الملك محمد السادس يتدخل، لانه رجل قانون وحق، والشعب ديالك كيحبك وبغاك تدافع عليه وبغاك انت اللي تهضر. وكناشد الامن، المديريات الامن الوكيل الامن وكل شيء السلطات يخدموا بجديه ويشوفوا هذه الحاله. لانني انا صافي عيت من نادي وعيت من غوت قدام السبيطار. في الاخير كنلقى اختي مارسه من نيفه ومن فمها وهي مشات غير تولد. لا يعقل. وهزوها وداوها سبيطار الراس وخيطوا ليها وما قالوهاش ليا، مخليني برا مهمشيني. مهمشيني. علاش ما تقولوهاش ليا؟ ديروا ما بغيتوا فيها، خليتوها طاحت، قلتوا طاحت. فين كنتوا نتوما؟ ما قاديش على المسؤوليه، عطيوها اللي احسن منكم. انا كناشد جلاله الملك محمد السادس تدخل في هذه القضيه، نصرك الله، لاننا كنحبوك، بغيناك تدخل في هذه القضيه. راه لطيفه بنت المغرب كله، الجاليه المغربيه. شوفوا واش وقع لبنتكم. حتى كانت في ايطاليا وحبات المغرب، ولكن المغرب هو مشات دفناها، الله يرحمها ويوسع عليها. اختي مشات طاهره، اللهم لك الحمد، ولكن خلات جوج بنيتات ووحده في الانعاش. ذنوب دوك البنات في عنقكم، لما جبتوش لها الحق ديالها. ذنوب دوك البنات في عنقكم نتوما خويا. لا اله الا الله محمد رسول الله.